فاكرين سنة 2005 دي كانت أول مرة الأهلي يروح كأس العالم للأندية في اليابان. وقتها الأهلي كان في قمة مجده، جيل ذهبي محدش يقدر ينساه. كنا محققين 55 ماتش من غير هزيمة قبل ما نسافر، والآمال كانت متعلقة بينا للسما، وكلنا كنا بنحلم إننا نوصل للنهائي ونلاعب ليفربول. تعال أحكي لك عن أجواء الماتش الأول اللي ممكن يكون كتير مننا حضروا. الماتش الأول كان يوم حد الصبح بدري بتوقيت مصر، فتلاقينا بنهرب من المدرسة وناس تسيب الشغل عشان تشوف الماتش، والقهوة كانت بتتجهز من الفجر، والكورس أنا فاكر إنه كان ب2 جنيه عشان القنوات كانت مشفرة. فأنا كنت ساعتها مش واعي أوي، بس ما أحسش إن ده مجرد تشجيع، دي حاجة كده تحسها في كل كيانك. ساعتها للأسف خسرنا من اتحاد جدة السعودي 1-0، وبعدها من سيدني الاسترالي 2-1، وطلعنا المركز السادس والأخير. كانت صدمة كبيرة لينا كلنا، بس كانت صدمة لابد منها، ودرس بعدها علمنا إن العالمية دي حاجة تانية خالص ومحتاجة استعداد مختلف تماما. وبعد سنة واحدة الأهلي بيرجع تاني لكأس العالم للأندية، المرة دي الدوافع كانت أقوى بكتير.